لو انت معلمة اونلاين او انت معلم اونلاين، تعالى اقول لك ازاي تعمل اعلان على السوشيال ميديا زي ده او ده وكمان ده بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا نشوف. اول حاجة هتفتح موقع ليوناردو اي اي. الموقع ده تحفة جدا لانك انت ممكن تكتب برومت او اي حاجة في دماغك تكتبها بالانجلش عموما وتظهر لك ان انت عاوزه بالظبط او الصورة اللي في خيالك. اول حاجة هنعمل create an account، وطبعا هنعمل لوج ان بالايميل بتاعنا، ده افضل شيء. طبعا الموقع بياخد وقت شوية عقبال لما بيتفتح معانا. وبعدين هنا في موديلز مختلفة، انت عايز الموديلز دي شكلها عامل ازاي، يعني انت عايز فوتو ريل ولا عايز صور 3D مثلا او دريم شيبر او 3D انيميشن ستايل، ولا عايز ايه نوع الصور بالظبط، شكلها عامل ازاي، او شكل الديزاين بتاعك يبقى شكله ازاي. انا عايزة اجيب حاجة تكون 3D انيميشن ستايل، هدخل عليها كده وبعدين هعمل generate وهكتب في البرومت بتاعي هنا الصور او ديزاين اللي انا عايزاه بالظبط. تمام كده. طيب تعالوا بينا، احنا عايزين ديزاين عن ايه؟ انا كمعلمة اونلاين فانا لازم اعمل الديزاين بتاعي يخص معلمة اونلاين وقاعدة على اللابتوب وتكون محجبة لو انا عايزاها محجبة او كده. فدي انا هعملها ازاي؟ تعالوا بينا هنكتب البرومت مع بعض. اول حاجة هكتب مثلا acute والبرومت ده بسيط جدا واعمل له generate بالشكل ده. طبعا هنا بنختار النمبر اوف images او عدد الصور اللي انت عايزها او اللي حضرتك عايزاها. طبعا 1 2 3 4، انا طبعا بختار 4، وممكن طبعا وده بيبقى اتعمل اوتوماتيك، ممكن تختاري لحد 8 فوز او لحد 8 صور ممكن تجيلك من خلال الموقع. طيب شايفين هنا طبعا في صورة هنا مش باينة، فانا هعمل click to view ونشوف شكل الصور بالشكل ده. انا شايفاها دي افضل، وممكن نعمل 8 ندور على 8 صور وخليه برضو يدور تاني معانا، يعمل generate بالشكل ده ونشوف صور ازيد او اكتر من كده. طبعا كل ما بنعمل عدد صور اكتر كل ما بياخد وقت اكبر شوية، ولكن في الاخر النتائج بتبقى مبهرة جدا. هنا طبعا جاب لي نفس الصور في بعض الاحيان يعني، وهنا في صور برضو جديدة. هي الفكرة اللي هما نفس الستايل. شوف انه صورة عجباني اكتر واختارها وابتدي اشتغل عليها. طيب هنشوف صورة وليكن الصورة اللي هي من غير نظارة دي، وبعدين اعمل لها داونلود ايمج اهي بالشكل ده. هتكون نزلت عندي، وممكن كمان انزل كذا صورة، يعني لو انا حابة كذا صورة انزلها مفيش اي مشكلة خالص. ممكن صورة زي دي اعمل لها داونلود. طبعا الصور بتبقى احلى من كده بكتير، يعني انا لو دخلت وفتحت الصورة هتلاقي الريزولوشن بتاعها عالي جدا وشكلها تحفة خالص، الجودة بتاعتها عالية قوي فهتبقى جميلة خالص. وبرضو لو احنا قلبنا في الصور هي بالشكل ده، بصوا جودة الصور تحفة جدا. لو عجبتني صورة زي دي برضو بقدر اعمل لها داونلود عادي خالص. طيب تعالوا بينا بقى ازاي نقدر نعمل اعلان عن كانفا بالصور الحلوة دي. تعالوا بينا نشوف. طبعا هعمل create a design عشان يحفظ لي على نفس الديزاين بتاع الصورة او نفس المقاس بتاعها، وبعدين هعمل edit photo بالشكل ده، وبعدين هختار الصورة اللي انا عايزة اعمل عليها ديزاين بتاعي او الشغل بتاعي، وليكن نختار انه تنفع الاعلان اكتر وهي دي. تمام. وبعدين هعمل open. طبعا الصورة محتاجة شوية تعديلات انا هشتغل عليها، زي مثلا ان انا عايزة اشيل
الحاجات اللي ورا الخلفية الكتيرة دي عايزة اشيلها واظبطها اكتر، هوريكم ازاي. وده بتبقى متاحة في الكانفا برو، يعني في النسخة المدفوعة فيها طلع شغل ماجيك اريسر او الشغل اللي هو المسح السحري، ودي تحفة جدا اكنك شغال بفوتوشوب. طب تعالوا بينا نشوفها مع بعض. اول حاجة هدوس على الماجيك اريسر اهي. تعالوا بينا نزود البراش اكتر ونبدأ نشيل الزرع ده نمسحه، ونمسح الحاجات اللي موجودة في الباك جراوند عشان أقدر أكتب الإعلان بتاعي من غير أي لخبطة، يعني أبقى خلاه خلفية موحدة. مسح شوية ولكن ممكن أعيد تاني عشان أظبط الخلفية أكتر. أخليها خلفية موحدة وأبعد على اللابتوب عشان ما يتمسحش مع الأوبجكتس أو الحاجات اللي موجودة. أنا لقيت مثلا ما جابتش نتيجة معايا إن أنا عايزاها صراحة. ممكن أعمل فكرة حلوة جدا إن أنا أشيل الباك جراوند ورا التيتشر دي. طب تعالوا بينا نشوف كده، هل كانفا هيكون دقيق جدا في اللي هو يزيل الباك جراوند ورا صورة التيتشر ولا لأ؟ هدوس على use in a design. هستخدم الديزاين ده، خلاص هعتمد عليه وابدأ ان انا احدد الصورة بالشكل ده. وبعدين هعمل بعد ما احددها هعمل edit photo، وبعدين هعمل PNG remover اللي هي دي اللي هو هيزيل لي الباك جراوند ورا صورة التيتشر. هنشوف بقى هيشيلها ازاي. هو شالها كويس جدا بمنتهى الاحترافية، بما انه هو شالها بسرعة يعني ما عداش الدقيقة. تعال نحط باك جراوند او نحط خلفية على مزاجنا، وليكن مثلا هكتب هنا في الاليمنتس في العناصر ممكن اكتب gradient background واعمل طبعا هي موجودة في الفوتوز او في الجرافيكس، ممكن تختار هنا او هنا. دي كويسة ودي كويسة. طب نشوف انو صورة او انو باك جراوند هنحسها اكتر ماشية مع الديزاين بتاعي. ممكن نختار ماشي لون زي ده كده ولكنه حاسة تقيل، بس هنشوف اهي. ابدأ افردها، وبعدين طبعا الصورة بتاعتي مدارية فهعمل حاجة اسمها بوزيشن اللي هو الوضع، وبعدين اعمل باكورد. فبالتالي الديزاين بتاعي خلاص كده اعتمد عليه وعملته على الباك جراوند اللي انا عايزاه. طب هبتدي برضو هعمل ايه؟ ابتدي بقى اضيف شوية الاوبشنز الحلوة. ان انا عايزة مثلا انا عايزة احرك المعلمة دي، اخلي المعلمة دي تتحرك. فهعمل ايه؟ ممكن اعمل edit photo، وبعدين هعمل حاجة اسمها magic grab اهي. فبالتالي المعلمة دي انا حركتها شوية زقتها كده، وبعدين هاخد الباك جراوند واشدها وانزلها لتحت كده. انا اقدر اكتب الاعلان زي ما انا عايزة. طبعا ممكن اضيف شوية اوبشنز حلوة للمعلمة، يعني ممكن احط لها مثلا شادو اللي هو ظل. بحدد المعلمة وبعمل لها الشادو جلو او دروب او اوتلاين. طبعا اوتلاين لا مش حلو، فخلينا في دروب افضل. تعالوا بينا نظبط بقى الديزاين بتاعنا ونبدأ نكتب اللي احنا عايزينه. يعني مثلا عايزة اكتب كلام ملفت يلفت النظر، تمام كده. يعني مثلا هعمل اول حاجة اضيف تكست، هدوس هنا تكست وهعمل اد هيدن اضافة عنوان رئيسي، وبعدين هكتب اللي انا عايزاه. كوني معلمة اونلاين بدون خبرة مثلا. فانا كتبت التكست اهو بتاعي، والتكست بتاعي افتراضي خالص. يعني الشغل بقى اللي انا هضيفه للتكست ده ان انا اول حاجة ان انا هغير نوع الفونت بتاعي. يعني الفونت ده انا بصراحة شايفاه عادي جدا، فانا عايزة فونت يبقى ماشي باللغة العربية ويكون لطيف. فانا هنا هكتب في السيرش عشان ما ادورش كتير
في الأنواع التكست اللي موجودة، لأن دي كلها بصوا شايفين يعني دي كلها فونتات أجنبية بتنفع اللغة الإنجليزية، لكن أنا عايزة Arabic فأنا هكتب Arabic هنا. تمام. وبعدين إن أنا هبتدي بقى أختار بقى سعودي أرابيا ولا UAE ولا إيجيبت. عندي الشكل ده، عندي بهجة بالشكل ده. عندك فونتات كتيرة، في حبيبة، في هاجر، في مانجو. التكست ده أنا بحبه جدا، بحسه يعني راقي جدا وواضح، والحروف بتاعته باينة وشكله شيك خالص. فخلاص أنا اخترت النوع التكست ده. تمام كده. فأنا هعمل إيه؟ هحدد التكست الأول، لازم أحدده، أعمل عليه كده بالشكل ده، وبعدين ابتدي اختار لون التكست. طبعا اكيد هختار لونه ابيض لان الباك جراوند عندي غامقه، الخلفيه غامقه. تمام كده. فانا هخليه لونه ابيض بالشكل ده اهو، هيبان اهو. ولكن تكست عادي جدا مفهوش اي شغل، يعني حاساه برضو محتاج شغل. فانا هعمل له حاجه اسمها افكت، وبعدين بختار بقى الافكت اللي انا هعمله على التكست. يعني هختاره نيو، هختاره شادو. انا بحب الشادو جدا بصراحة، فانا دوست شادو بالشكل ده. وبعدين هختار نوع الكالر، اللون انا هختاره لون اسود، بحيث يعني التكست يبان ان هو ملموس اكتر. في اوت لاين برضو لو انت عايزة اوت لاين حوالين التكست بالشكل ده، ولكن انا شايفاه مش لطيف او قدم قوي. فاحنا الشادو بيبقى ده بالاشيك انواع اللي انا اقدر اضيفه في الافكت على التكست اهو. اكيد هعمله اسود من هنا من الكالر، هعمله لون اسود بلاك، مش هعمله ابيض لان هو بيجيلك ابيض من نفس اللون، ولكن انا هعمله بلاك عشان يديلي احساس ال 3D اللي هو مجسم شويه. وكمان transparency اللي هي شفافية، يعني شفافية الظل ذات نفسه، عايزاه اسود غامق قوي ولا يبان اللي هو زي الظل كده. في blur اهو لو عايزاه اللي هو يعني منغمش شوية. كل ده انا بلعب عليه وبظبطه في الديزاين بتاعي. طبعا هنا بقى باجي اظبط كلمة بدون خبرة لو انا عايزة اغير لونها، وبعدين بغير لونها. لو طبعا اكتر الالوان اللي بتكون ملفتة قوي هي اللون اليالو او اللون الاصفر، بيبقى ملفت جدا الديزاين بتاعي. طيب كده. ولكن انا اللون ده غامق قوي، فانا ممكن افتحه اكتر من كده. يا اما بجيب الكالرز بتاعتنا من الديفولت كالرز من الالوان الافتراضية، او اجيبها من الباليت بتاعت الالوان دي اللي هي add a new color. وهنا باجي تحت شوية وازق على اللون الأصفر هنا. فبصوا اللون الأصفر هنا باين إن هو ناصع وباين قوي وحلو جدا. طبعا طبيعي أنا بقى لازم أضيف اللوجو بتاعي، اللوجو بتاع الأكاديمي بتاعتي، أضيف مثلا الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها أضيفها، حاجات زي كده، أضيف اسمي، كل ده أنا عايزة أضيفه. تمام كده. فأنا أهو أول حاجة أنا هضيف اللوجو بتاع الفيسبوك، فهدوس في الإليمنتس وأكتب مثلا فيسبوك لوجو أو أيكون، دي برضو ممكن أيكون، وأعمل سي أول وأشوف بقى الأيقونات بتاعة الفيس، وليكن ماشي دي. طبعا أنا هغير اللون لأن اللون هنا يعني غامق قوي، فأنا هغيره. خلي أفتح شوية. كده حطيت صورة الفيسبوك بالشكل ده. فاضلي برضو ان انا لو انا عندي حساب على الانستجرام، فانا ممكن اكتب انستجرام ايكون مثلا، وابتدي اشوف صورة للانستجرام زي دي كده مثلا. الواتساب برضو او التليجرام. والواتساب لو انا يعني
ليا جروب على الواتساب او كده. طب نكتب واتساب برضو، وابتدي احط يعني الصورة بتاعته بالشكل ده او الايكون بتاعه واصغره. منساش برضو لو انا ليا لوجو اضيفه مع الديزاين بتاعي، لازم يتحط في اي ديزاين انا بشتغل عليه. انا هجيب اللوجو بتاع الاكاديمي بتاعي، انا طبعا محتفظة فيه بالابلودز او في التحميلات. ده اللوجو بتاعي اقدر اضيفه، بس طبعا اكيد هصغره قوي عشان اقدر احطه مثلا هنا يمين او احطه شمال اي حتة. ممكن احط اسمي عادي. فلو عايزة نفس الشكل بحدد التكست بالشكل ده واعمله دوبليكيت افضل، وامسح الحاجات الزيادة اللي انا مش عايزاها اهي، واكتب مع، بس هنزل بيه لتحت عشان يبان الخط اكتر، واعمل سلاج كده. طبعا اكيد هصغر التكست اكتر من كده، هصغره شوية. وكمان يفضل ان احنا نغير نوع الخط اكتر، يعني انا ممكن اخلي نوع الخط يكون مختلف شوية. طب ازاي انزل الاعلان ده بريزولوشن عالية جدا او جودة تكون عالية الدقة ينفع ان انا اضيفها على الفيسبوك؟ طبعا هنا هعمل شير بالشكل ده، وبعدين هدوس داونلود. من افضل نوع فايل اقدر احطه على السوشيال ميديا هو صيغة PNG، اللي هي الصيغة دي تنفع تضاف على الفيسبوك والانستجرام، اي حاجة تخص السوشيال ميديا. بس الافضل بقى ان انا اعلي السايز بتاعها عشان تكون الجودة عالية جدا، الجودة تبقى كويسة قوي. تمام كده. طيب انا كده خلاص ظبطت الجودة وخليتها اعلى جودة كده او اعلى حجم، فبالتالي حجم الصورة كل ما بتبقى عالي كل ما الجودة بتاعتها هتبقى كويسة قوي. فهدوس داونلود بالشكل ده، هستنى لحد طبعا ما تتحمل، وبعدين هقول لكم ازاي نضيفها على الفيسبوك واوريكم شكلها عامل ازاي. اهي كده انا حطيتها هنا في الداونلودز اهي، وهعمل سيف بالشكل ده. طب نيجي بقى ننتقل على الفيسبوك ونشوف هنعمل ايه. نفتح الفيسبوك عادي، وبعدين هحط الصورة بتاعتي اللي أنا لسه عاملاها بالشكل ده. بعد الضغط طبعا أقدر أكتب الكلام اللي أنا عايزاه، كوني معلمة أونلاين، ومنساش إن أنا أحط شوية أنيميشنز حلوة عشان تلفت انتباه نظر العملاء أو أولياء الأمور، حسب اللي انتي بتوجهي كلامك لمين بالظبط. وبعدين بتدوسي نشر عادي جدا. طبعا هنا لو بصينا في الصورة جودتها كويسة قوي، يعني أنا وجيت فتحتها شايفين هو محتفظ بجودة الصورة، محتفظ بجودة الخط، كل ده محتفظ بيه ومخليها بأعلى جودة كويس قوي. حتى اللوجو باين قوي، لو أنا عملت يعني زوم عليها فهنلاقي كل الصورة باينة، الخط كل حاجة باينة كويسة قوي.